السلام عليكم الزلفلاوين، نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقايكم لا فيديو تاع اليوم كامل مهنيين. اليوم جيتكم بفيديو جديدة ان شاء الله تعجبكم، وصفة بزاف هايلة توالم هاد الوقت، رانا قريب العيد ان شاء الله. ان شاء الله ديروا هاد الوصفة وتعجبكم. تبعوا معايا الوصفة ونشوفوا المقادير. بسم الله. هنايا واش عندي هنايا 250 جرام مارغرين، نص كاس تاع سكر جلاس، وعندي نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، مع نص كاس تاع مايزينا ولا نشا، كل واحد كيفاش عايز لها. وعندي هنايا حبة بيض كومبلي مع زعفر. هنا عندي لافاني والفرينة، وعندي خميرة يعني مرصيرة تاع الخميرة والقرصة تاع الملح. قلتلكم ديما الملح ديروه في الحلويات تاعكم، يعني قرصة صغيرة ماشي بزاف. هاي نديرو المقادير كامل. قلتلكم عندي 250 غرام مارغرين، نضيفلها نص كاس تاع سكر جلاس، نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، بيضة كاملة وصفار، عندي لافاني مع قرصة تاع الملح. نخلط كل شي مع بعضه، يعني نخلطو كلش، نخليو غير الفرينة والخميرة. بعد ما خلطت المقادير دوك نروحو نضيفو الفرينة. هنايا الفرينة نديرو غير بشوية حتى نلمو العجينة تاعنا، يعني الفرينة داتلي 500 غرام. صابلي القاعدة تاعو يعني 250 غرام مارغرين تديلكم 500 غرام تاع الفرينة. هنايا خدمو شوية شوية باش ما تغلبكمش، كاينة فرينة تشرب كاينة ما تشربش، يعني هنايا خدمو غير بشوية هكذا باش ما تجيكمش يابسة، لازم تكون لاباط تاعكم طرية. هنا نروحو نفتحو لاباط تاعنا بهاد الشكل. هنا ديرو الساشي هادو لي ساشي سبيسيال تباعو اللي تجيبو هادوك تاع الخبز، حلوها بهاد الشكل، ديروها شوية رقيقة. ديجا راح تنفخلكم شوية في الفور تاني باش ما يجيكمش يعني الصابلي تاعكم خشين بزاف. الصابلي مليح كي يجي سوا نورمال. هنا حليت لاباط تاعي، نروح نطبعها بالطابع هذاك. دوك نوريلكم بهاد الطابع، يعني نتوما ديروا اي مول عندكم، ماشي لازم ديروا هاد المول بصح هذا يجي شباب سامبل. هاد المدور نروحو نحطو الكاطو تاعنا في السنيوان. الفور تاعكم لازم يكون مشعل قبل ما تبداو. هنايا بعد ما كملت الكمية اللي عندي نروح نحطها في الفور نطيبو. انا الكاطو تاعي نحبو يجي احمر، ما نحبش الكاطو اللي يجي بيض. شوفوه كيفاش يجي. طيبتو نخليوه يبرد ونروحو نلصقو صابلي تاعنا. هنا نروحو نلصقو صابلي تاعنا. عندي المعجون، عندي الكاوكاو المحمص ومرحي، عندي هنايا اللوز حمصتو في الفور، لوز إيفيلي حمصتو في الفور. هنايا نروحو نديرو كمية تاع معجون ونزيدو ندهنو الأطراف ونديروها في الكاوكاو. قلتلكم كاوكاو محمص ومرحي، ونزيدو هنايا من فوق كمية تاع معجون ونديرو اللوز إيفيلي. اللي ما عندهاش اللوز يعني ما تحبش تشري اللوز هذا تقدر دير كاوكاو إيفيلي نورمال، ماشي لازم ديرو باللوز. نكمل الكمية اللي عندي كامل.
أنايا بعد ما كملت الكمية اللي عندي كامل نروح ندير لها من فوق سكر جلاس، يعني هنا نديرو بالصفاية ندير لها سكر جلاس من فوق يعطينا يعني الشكل شباب، ونزيدو نديرو لها في الوسط لي سوريز كونفي، يعني كي تكونو ديرو في هاد اللوز خليو حفرة في الوسط صغيرة قسما ما ديرو هادو لي سوريز، هذا هو الشكل النهائي. صراحة هاد الحلوى تجي بزاف بنينة، وأهم حاجة تجي راقية، يعني تجي مليحة في المناسبات تاع الصابلي، أصلا أي واحد يحب الصابلي، الناس كامل تحب الصابلي، يعني حاجة تاع قهوة، حاجة خفيفة، حاجة بنينة، حاجة سهلة، يعني الوصفة تاع اليوم خفيفة بنينة سهلة وتوجد بالخف. نتمنى تجربوها ونتمنى تعجبكم. هنا قسمت لكم حبيبة ديريكت كي كملتها، هنايا مازال ما يعني مازالت جديدة تجي مقرمشة تجي بزاف بنينة. نتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني بتطبيقاتكم. دوكا مبقى لي غير نقولكم نخليكم في أمان الله، تبقوا على خير، باي باي.